السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أجمل وأحلى متابعين، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة جيدة. ان شاء الله النهاردة هنعمل الحلا البارد ده بدون بيض ولا فرن ولا زبدة. هنعمل احلى حلا بارد بطريقة سهلة وبسيطة، ومش هتاخد معانا وقت خالص. في 5 دقايق هنعمله، يرطب على قلوبنا في الحر ده. بس يا حبايبي، اللي بيشوفني لأول مرة ما ينساش يدعمني باللايكات والاشتراك في القناة. شكرا على كل اللي حط لي لايك واشترك لي في القناه. نسمي الله ونصلي على رسول الله، ونشوف احلى واجمل حلا بارد عملناه ازاي. اول حاجه هنا معايا نص كيلو من الحليب، هنزل عليهم بباكو من الكريم كراميل ومعلقتين من السكر. لو عايزه تحطي اقل اكتر حسب التذوق بتاعك. ونزلت هنا بمعلقتين من السكر، عليهم معلقتين من الكاستر ده موجود في كل بيت، ولو مش موجود او مش متاح عندك انزلي بمعلقتين من النشا، وعليهم معلقتين من الدقيق. هنقلب كل المكونات ده بالمضرب السلك لحد كل المكونات تختلط مع بعض، والدقيق والكاستر يدوبوا تماما مع الحليب. بعد ما داب بالطريقة دي هنرفعه على النار. اول ما يوصل لدرجة الغليان هنطفي النار عليه وهنسيبه يبرد. شايفين الطريقة سهلة وبسيطة جدا، ولا اسهل ولا ابسط من كده. بعد ما خلاص هنفضل نقلب فيه لحد ما يبرد. هنجيب اي قالب عندك او اي علبة زي ما انا جبت كده. الاكياس دي بتتباع في اكياس الكريم كراميل. الصراحة انا كان عندي كيس تاني حطيته، يعني انا حطيت كيسين في قلب العلبة. وبعد ما نزلنا الكريم كراميل في قلب العلبة كده ووزعناها، يلا بقى نجيب الحلا بتاعنا بعد ما برد تماما. علشان ايه؟ لازم ننزله بارد. بعد ما نزلناه وشايفين القوام بتاعه عامل ازاي، بسم الله ما شاء الله طالع جميل جدا. هنا بقى اي بسكوت اي نوع انت حباه كسري بطريقة عشوائية كده وهنحطه في قلب الحلا بتاعنا ده. من اجمل واحلى الوصفات اللي هتعمليها، وهتطلع معاكي بسم الله ما شاء الله جميلة جدا. وخلاص كده احنا نزلنا البسكوت بتاعنا في قلب الحلا. وبعد ما خلصنا الحلا بتاعنا، يلا بقى نحطه في الفريزر لمدة ساعتين او 3 ساعات. خلاص كده جهز معانا الحلا بتاعنا. وهنحطه بقى في الفريزر لمدة ساعتين. وخلاص احنا بعد ما طلع عندنا من التلاجة هنبدأ العلبة نفتح كده من الجوانب عشان يطلع معايا بكل سهولة. بس هنسيبه في بعد ما نطلعه من التلاجة لمدة 5 دقايق كده عشان ايه؟ يسيح معايا ويطلع على طول. وبعد ما خلاص طلعناه، شايفين طلع ازاي؟ بسم الله ما شاء الله جميل جدا. ايه رأيكم يا حبايبي في الوصفة الجميلة دي السهلة البسيطة؟ اعملوها وهتطلع معاكم جميلة جدا، وكل اللي هياكلها من ايدكم هيقول لكم انتوا عملتوها ازاي. يلا يا حبايبي اسيبكم في رعاية الله وامنه.